السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نبداو وصفتنا وصفة جديدة، وهي وصفة الرز الجربي. باش نقولكم على المكونات توا اللي انا نعمل بهم الرز الجربي على طريقتي انا، هذا خاطر كل واحد شنو يعمل به. انا خديت جلبانة، فما شكون يعني تنجم تستغنى عليها كما تنجم كيف تحطها ولا ما تحطهاش كيف حمص، وزدت انا سمطته شويه بما انه ما يطيبش بالقدا، هو منفخ وسمطته شويه. اسكالوب، انا اليوم باش نعمله بسكالوب رز جربي. سفناريا، بصله، وذي البصل انا بالنسبه لي مهم في الرز الجربي، نحسه يبنن الرز الجربي على الاخر. لفاحات، خذيت فلفل احمر بطبيعه مش برشا، باش ترى مغرفه ملح. ما عملتش برشا راس حانوت، نقولكم علاش، كركم وفلفل كحل كيف شويه، خاطر انا عندي غشاشر ونحبش يجيني حار. لهنا خذيت مغرفه مش معبيه برشا طماطم، ومغرفه هريسه سيكا باش يجي موزوز شويه وبنين، خاطر تعرفوا الحاجه التونسيه احنا نحبوها ياسر موزوزه، بنتها تجي في التوزويز. وهذايا ثوم مفوح انا محضرته وحطيته في الفريجيدير، مفوحته براس حانوت. هذاك علاش عملت لهنا شويه راس حانوت، خاطر بطبيعتي عندي راس حانوت في الثوم. خذيت لهنايا قطه ونص سلق مع قطه مع دنوس، غسلتهم بالكدا وقصيتهم وسقطرتهم بالكدا زي مسقطرين. النعناع اللي متنجمش يعني نستغنى عليه انا في الوصفه نتاعي الحق في الرز الجربي، لازم ديما يكون النعناع موجود، يعطي بنه خاصه للرز. وبالنسبه للرز نستعمل الرز هذا الرز المفور، يجيني كل كعبه وحدها وما نخافش عليه لا يتعجن لا حتى شيء، بطبيعته هو معالج بالبخار. هذوما المكونات متاعي الكل بالنسبه للرز الجربي هذا على طريقتي. انا ما عملتش برشا طماطم، نستنسى نعمل برشا طماطم الحق يجيني احمر، فما بطبيعتي انا تفرجت في وحده ما تعملش طماطم جمله للرز الجربي، وحسيته هكا من المنظر نتاعو جاي مش خايب وبنين، برا قلت خليني نجرب ونقص من الطماطم نشوف اليوم ترى كيفاش باش يجيني، خاطر اول مره باش نعملو بشويه طماطم ماهوش برشا، مستانسه نشخشخو برشا بالطماطم. بيان سور. تو نوريكم، تو نتعداو للمرحله الثانيه كيفاش نخلطوا المكونات هذوما الكل مع بعضها. باهي، بالنسبه توا انا نحط حطيت زيت كيس صغير هكا، مقدار كيس زيت صغير. بالنسبه لي انا لازمني نحط اللفاحات، الطماطم، البصل والثوم والملح، ولازمني نخلطهم مليح مليح بسكالوب باش سكالوب هذاك يتغذى باللفاحات، فهمتوني، خاطر من بعد كي يولي معاه الروز ومعاه كل شيء نصبهم هكا فرد ضربه، نحسوا ما ياخوش غرضه هكا من السكالوب هذاك، ما يتفوحش كما نقولوا احنا مليح. انا نخلطهم هاللفاحات هذوما ونخليهم من بعد شويه هكا يرتاحوا، باش السكالوب هذاك يدخل فيه الملح، حتى من بعد كي تاكل طرف سكالوب ما تلقاش هكا يعني ما فيهوش حتى مطعم، تلقاه تحسه مفوح وكل شيء. نخلطهم بالقدا مع بعضهم، ومن بعد نكمل بقية المكونات اللي هما السفناريا والجلبانة والحمص ونخلط كل شيء مع بعضه بالخضرة. وبعد نحطه في الكاسكيس ونكمل نوريكم كيفاش يعني خلطت وكل شيء ووريتكم. اما اللي طاب المهمه انك انت تخلي سكالوب هذا يرتاح شويه مع الخليط هذا. تنجم حتى انت ديريكت تقوم مثلا باش طيب رز جربي، تقوم مثلا الصباح ديريكت تحضر الاسكالوب والا اللحم والا شنية باش تعمل انت، تفوحوا هكايا وتخليه يرتاح، ريت السكالوب هذاك يشرب لفاحات من بعد حتى تجي تحسوا بنين، فهمت، مش تاكل هكا في حاجه وكهو. تو نرجع لكم نكمل نخلط ونوريكم الريزلت. باهي، هكا نكمل نخلط المكونات الكل ومعهم الروز. اخر حاجه مرحله هي نحطها بعد الخضرة، نكمل نخلط انا الروز ونمزج اللفاحات مع الروز مع الجلبانة مع الحمص مع السفناريا مع البصل، كل شيء مع بعض نخلطهم مليح مليح، نخليهم يتمازجوا ما بينات بعضهم مليح مليح. اخر حاجة نضيف الخضرة ونخلط ونحط وقتها في الكسكاس.
باهي توا هكا كملنا خلطنا كل شيء. خلطنا الخضرة بالروز بكل شيء، تبقى لنا ليتاب الاخرى اللي هي نحطو الرز متاعنا في الكسكيس ونحطوه على النار ونستناو النتيجة النهائية الريزلتا. استناوني نوريكم في الاخر كيفاش باش يجي الروز الجربي متاعنا. صاي تحط الروز في الكسكيس، ما تبقى لنا كان باش نشعلوا عليه الغاز ملتقانا. يا جماعة ما نحكي لكمش على الريحة الفاوحة اللي خارجة، بالحق الريحة بنة عالمية. يا جماعة السلام عليكم، هذا الرز متاعنا احذر نشوفوه هكا كعبة بكعبة. ونقولكم على ملاحظة لاحظتها، اللي الروز كي تنقص له طماطم حسيته يجي أبن ملي انك تكثر له برشا طماطم. ريحة النعناع فاوحة، اسكالوب مفوح وبنين، انا ذقت منه ما نصبرش، نحبه سخون الحق الرز الجربي. اذا كان عجبكم الفيديو روز على طريقتي انا، هذايا طريقة منوش، اعملوا جيم للفيديو وابوني للقناة، ادعموني باش نوليو نهبط برشا فيديوهات من نوع هذا متاع ديرسات. توا جاينا سيدي رمضان، واللي عنده اقتراحات يقترحها عليا، واللي عنده سؤال يخليه لي في كومنتير، واقترحوا عليا ريسيتات هكا نعملوهم مع بعضنا، خاطرني انا ياسر مغرومه بالطبخ وكل شيء. وان شاء الله كل هكا مده ومده نعمل لكم ريسيت وان شاء الله تعجبكم، والى اللقاء.